السلام عليكم، اهلا بيكم. لو انت جديد هنا ازيك؟ انا اسمي احمد فرج، وهنا في القناه بحاول اعمل فيديوهات تساعدك على تحسين صحتك النفسيه والجسديه، وازاي تكون احسن نسخه من نفسك، تنميه بشريه، بس كل حاجه باستخدام العلم. امتى اخر مره صحيت وانت فايق وعاوز تبدا يومك ومتحمس انك تبدا يومك؟ امتى اخر مره صحيت من اول مره المنبه رن؟ مفيش حاجه اوحش من انك تنام بدري وتصحى تلاقي نفسك برضه تعبان ومش قادر تقوم. في حاجات بتخليك تعبان الصبح حتى لو كنت نايم كويس، وفي عادات انت كل يوم بتعملها وانت مش واخد بالك بتساهم في انك تبقى صاحي تعبان ومش قادر تبدا يوم. النهارده هقول لك على 4 حاجات لو عملتهم هتعالج مشكله انك تبقى صاحي تعبان، وهتصحى تبقى اكثر نشاط وتبدا يومك بطريقه احسن. 1. ما تدوسش على زرار الغفوه. لما بتدوس زرار الغفوه او السنوز بتحس انك خدعت العالم وكسبت 10 دقايق نوم زياده، ولكن العكس اللي بيحصل. انت لو صاحي تعبان ودوست على سنوز وكملت نوم 10 دقايق هتصحى تعبان اكتر. طب ايه السبب في ده؟ السبب في ده ان نومك مكون من دورات، الدوره مكونه من 90 دقيقه، فانت لو نمت والموبايل رن وصحيت فانت كده كسرت دوره. ما نعرفش كسرتها امتى، ممكن تكون كسرتها في اخرها وده الشيء الكويس اللي بيخليك تصحى صاحي فايق، ممكن تكون كسرتها في اولها وده الشيء اللي بيخليك تصحى تعبان. ولكن لما بتدوس غفوه فاحنا كده ضامنين انك ما كملتش 10 دقايق في الدوره الجديده وصحيت في اول دوره، وده اللي بيخليك 100% تعبان. فتعمل ايه؟ نزل ابلكيشن اسمه سليب سايكل. سليب سايكل ده بيتتبع حركتك خلال النوم وبيقدر يعرف انت في انهي وقت من الدوره بتاعتك، والمنبه بيرن وانت في اخر دوره النوم بتاعتك. ولما المنبه يرن وانت في اخر دوره النوم بتاعتك بتصحى عندك طاقه اكبر ونشاط اكتر. 2. نام كفايه. حتى لو صحيت في اخر دقيقه في الدوره بتاعتك ولكن كنت نايم عدد دورات اقل، يعني دوره او دورتين او 3، فده برضه هيخليك صاحي تعبان وما عندكش النشاط الكافي. انت جسمك على الاقل بيحتاج من 5 ل6 دورات نوم عشان تبقى صاحي وقادر تبدا اليوم اللي بعده، فانت جسمك محتاج من 6 ل 8 ساعات نوم عشان تقدر تقوم فايق كويس. طيب ايه اللي بيخلينا ننام وحش؟ اللي بيخلينا ننام وحش اننا ما بننامش ونصحى في وقت محدد كل يوم، او على الاقل ما بننامش في وقت محدد كل يوم لان احنا مضطرين نصحى في وقت محدد كل يوم. في حاجه لطيفه ممكن تجربها لمده اسبوع، انك تظبط منبه للنوم مش للصحيان. يعني كل يوم الساعه 10 بالليل المنبه بيرن، بتنام وتصحى كمان 7 او 8 ساعات. جرب الموضوع ده لمده اسبوع، جسمك هيتعود وهيبدا يعرف ان وقت النوم الساعه 10 بالليل، وهيبدا يعرف ان وقت الصحيان الساعه 5 او 6 او 7 الصبح، وده هيخليك تصحى في اخر دوره نومك، وكمان هتحافظ على ميعاد نوم ثابت، وفي الاخر هتصحى عندك نشاط وقدره انك تبدا اليوم اللي بعده. 3. اشرب وحرك دم. لما لسه بتكون صاحي بيبقى جسمك ما دخلوش ميه لمده 7 او 8 ساعات، وقله الميه بتساهم في انك تحس بالارهاق والتعب. فتعمل ايه؟ قبل ما تنام حط كوبايه ميه جنب السرير، اول ما تصحى اشرب ميه على طول. ده هيساعدك في انك تقلل من التعب والارهاق اللي بتبقى حاسه اول ما بتصحى من النوم. حاجه تانية مهمه انك تحرك دمك وتزود ضربات قلبك اول ما تصحى. مش لازم تجري ماراثون اول ما تصحى من النوم، ولكن حركه خفيفه، شويه ضغط، شويه بطن، شويه تنطيط. حتى لو انت مش قادر خالص اتمشى في الاوضه بتاعتك شويه وهتبدا تحس بطاقه. 4. ابعد عن الشاشات قبل النوم بساعتين. الشاشات بتطلع لون ازرق، والنور الازرق ده بيحفز حته في مخك اسمها السوبرا كازماتيك نيوكليوس. السوبرا كازماتيك نيوكليوس دي هي حساسات الضوء في عينك. اول ما بتشوف النور الازرق بتترجم ان النور الازرق يعني نهار، وبتبدا تخلي جسمك يفرز الهرمونات اللي بتصحيك زي الكورتيزول والادرينالين اللي بيزودوا ضربات قلبك وبيخليك مستعد انك تبدا يومك مش تنهيه. فانت لما تبقى قاعد على التليفون بالليل عينك تحس الضوء الازرق اللي طالع من التليفون وبتخليك تفرز الهرمونات اللي بتخليك صاحي، وبالتالي ما بتقدرش تنعس بالليل. كمان جسمك في الضلمه بيفرز هرمون الميلاتونين اللي بيساعدك على النوم. فتعمل ايه؟ على الاقل ساعتين قبل النوم ما تشوفش شاشات ولا تليفون ولا كمبيوتر ولا تلفزيون. طيب لو انت مش قادر تستغنى على التلفزيون او التليفون فدي مشكله، ولكن تقدر تنزل ابلكيشن اسمه بلو لايت فلتر، بيفلتر النور الازرق اللي بيخلي الحساسات اللي في عينك تعرف ان دلوقتي نهار، وبالتالي مش هيوصلك ضوء ازرق كافي يخليك تفرز الهرمونات اللي بتخليك صاحي. فلو عايز تصحى بكره نشيط ومش مرهق زي النهارده اعمل ال4 حاجات دول. 1. ما تدوسش على زرار الغفوه، لان دورات نومك مكونه من 90 دقيقه، وانت لما بتصحى في اول الدوره ده بيساهم اكتر في التعب والارهاق. نزل ابلكيشن سليب سايكل اللي هيخليك تصحى في اخر دوره نومك. 2. نام عدد ساعات كافيه ونام في نفس الوقت كل يوم. اظبط منبه للنوم وجرب الموضوع ده لمده اسبوع، كل يوم نام الساعه 10 واصحى الساعه 7 وشوف الفرق. 3. اول ما تصحى من النوم اشرب واعمل تمرين خفيف. 4. ابعد عن الشاشات او على الاقل النور الازرق قبل النوم بساعتين. نزل ابلكيشن بلو لايت فلتر عشان ما يطلعش النور الازرق من التليفون لعينك واللي بيساهم في انك تصحى. ده كان كل اللي عندي النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.